بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الطلبة هنتكلم عن الحياة الدينية في مصر القديمة. أولا لازم نعرف إن هيرودوت المؤرخ اليوناني وصف المصريين بأنهم أتقى الأمم، والعبارة ديت ليها دلائل مهمة جدا معانا. لازم نعرف إن لما وصف هيرودوت المصريين بأنهم أتقى الأمم ده بيتماشى مع أحد خصائص الحضارة المصرية وهي التدين. هنعرف ليه هيرودوت وصف المصريين بأنهم أتقى الأمم في نهاية الدرس إن شاء الله. تعالوا دلوقتي نتعرف على خصائص الديانة المصرية القديمة. من أهم خصائص الديانة المصرية القديمة تعدد المعبودات، الإيمان بالبعث والخلود، الإيمان بالحساب بعد الموت أو السمو والتوحيد. نبدأ الأول بتعدد المعبودات. المعروف إن في مصر القديمة كان هناك في تعدد في المعبودات. طب إيه المعبودات اللي كان بيعبدوها المصري القديم؟ كان بيعبد مجموعة من الكائنات الحية ومجموعة من القوى الطبيعية واتخذها رموزا للآلهة. يعني يا أستاذ، يعني هو كان بيعبد هذه المعبودات ليس لذاتها، ولكن كانت عبارة عن معبودات لأنها تمثل رموز أرضية لقوة خفية لا تعيش معنا على الأرض. يبقى إذن هو عبدها ليه؟ لأنها عبارة عن رموز أرضية لقوة خفية لا تعيش معنا على الأرض. بمعنى إنه عبد التماسيح والأسود ليس لذاتها، ولكن لأنها بتمثل قوة لدى المصريين فهو عبدها خوفا منها. عبد الشمس والقمر. عبد الشمس والقمر ليه يا أستاذ؟ لأن الشمس والقمر فيها ترجي وفيها فائدة منها. عبد البقر وسمى البقر حتحور إعجابا بمنظرها بالإضافة لفائدة منها. إذن هو لم يعبد المعبودات لذاتها، ولكن هي رموز أرضية، قوة خفية لا تعيش معنا على الأرض. عشان كده تخلي بالك من النقطة دي. النقطة التانية، أنا عندي حاجة اسمها معبودات محلية وعندي حاجة اسمها معبودات عامة. إيه المعبودات المحلية يا أستاذ؟ المعبودات المحلية إن كل إقليم من الأقاليم ديت كان بياخد معبود معين ليه. يعني مثلا إقليم مثلا زي إقليم الصعيد كان بياخد معبود محلي ليه. كان معبود محلي ليه معبود للدلتا أو وسط الدلتا وهكذا. أما المعبودات المحلية كل دولة من الدول اللي كانت موجودة عندي في مصر القديمة كان ليها معبود خاص بيسموه معبود الدولة. اديني مثال يا أستاذ. تعالى بص معايا. في عهد الدولة القديمة كان عند الإله رع. في عهد الدولة الوسطى كان عند الإله إيزيس وأوزوريس. في عهد الدولة الحديثة كان عند الإله اللي يسمى آمون. طب في حاجة مهمة جدا خلي بالنا مني، إن هناك معبودات عبدت في الخارج. ولما تكون هذه المعبودات عبدت في الخارج فممكن نقول إن المعبودات دي بيسموها معبودات عالمية. اديني مثال. قال لك الإلهة إيزيز من التي عبدت في فينيقيا، عبدت في البلاد اليونان، عبدت في السودان أو شمال النوبة، عبدت في العراق زي ما هناخدوها في الترم الثاني. إذا هي عبارة عن إلهة تخطت الحدود المصرية. يبقى ده بالنسبة للمعبودات الموجودة عندي في مصر القديمة. يبقى إذا المصريين عبدوا كثير من المعبودات. عندي التماسيح والأسود، الشمس والقمر والبقر، بالإضافة إن في معبودات تسمى معبودات محلية ومعبودات عامة. نيجي للإمام البعث والخلود. احنا عارفين إن المصري القديم عبد حاجة اسمها إيه؟ آمن بحاجة اسمها البعث والخلود. طب آمن بالبعث والخلود يا أستاذ ليه آمن بعملية البعث والخلود؟ المصري القديم آمن بعملية البعث والخلود أولا ليه؟ إن المصري القديم كان بيؤمن بحاجة اسمها خلود الروح والبعث بعد الموت. بمعنى إن الموت ده بيعتبر نهاية مؤقتة. نهاية مؤقتة اللي يا أستاذ قال لك عبارة عن نهاية مؤقتة بعدها يتم خلود الروح وتعود الروح مرة أخرى إلى الجسد. عشان كده بنقول إن الموت عند المصريين مرحلة مؤقتة وبعد كده هيعيش تاني. هيعيش تاني إمتى؟ لما تعود الروح إلى الجسد هي مرة أخرى. عشان كده المصريين اهتموا بثلاث حاجات مهمة جدا. يعني لما يجي لك سؤال يقول لك ما النتائج المترتبة على الإيمان بالبعث والخلود،
الإيمان بالبعث والخلود ترتب عليه يا أستاذ عديد من الخصائص المهمة. إيه هي الخصائص المهمة؟ أولا، المصري القديم بدأ يقوم ببناء المقابر، بنى المقابر المصري القديم. وهنا بناء المقابر كان عبارة عن مقابر حصينة. طب ليه بناء المقابر الحصينة ديت اللي هي زي الأهرامات؟ لتجنب السرقة والعبث بالموتى. وعندهم حاجة مهمة جدا، إن بناء المقابر الحصينة ده ارتبط معايا بالملوك والفراعنة. ليه يا أستاذ؟ لأنه عندهم اعتقاد إن الملك أو الشعب لا يبعث إلا إذا بعثت جسد، اللي هو مين؟ جسد الملك. لذلك بنوا المقابر الحصينة حفاظا على جسد مين؟ الفرعون نفسه. نيجي بعد كده عملية التحنيط، حتى تستطيع الروح أن تعود إلى الجسد مرة أخرى، فكان لابد من تحنيط الجسد للحفاظ للتعرف عليها الروح عند البعث. نيجي بعد كده عمل حاجة اسمها الأساس الجنائزي. إيه الأساس الجنائزي ده يا أستاذ؟ تزويد الميت بضروريات الحياة من أدوات وأساس لاستعمالها بعد البعث، بمعنى إن كل حاجة كانت موجودة معاه في الحياة كان بيخليها في المقبرة بتاعته. بس السؤال، هو الأساس الجنائزي يا أستاذ ده ظهر مع مين؟ ظهر مع تطور المقابر نفسها. لأن المقابر في الأول كانت عبارة عن حفرة، وبعد كده عبارة عن مجموعة من المصاطب، بعدين مجموعة من الهرم الكبير. يبقى إذا ارتبط الأساس الجنائزي بالمقابر الحصينة. طب المقابر الحصينة ظهرت إمتى؟ ظهرت في عهد الدولة مين؟ في عهد الدولة القديمة. عشان كده لازم تخلي بالك إن هناك علاقة ما بين الصناعة والإيمان بالبعث والخلود. لو بصيت على المنظر ده اللي قدامي، إيه المنظر ده يا أستاذ؟ اللي قدامي ده بيعبر عن حاجة مهمة جدا. جه قبل كده في الامتحان الربط ما بين الهرم وبين اللي هو تحنيط الجسد، ده إيمان المصري القديم بالبعث والخلود. يبقى إذا اختصار الكلام إن أثر الإيمان بالبعث والخلود نتج عنه الإيمان بناء المقابر الحصينة، التحنيط، الأساس الجنائزي. والأساس الجنائزي مرتبط معايا بتطوير المقابر. يبقى إذا ده بالنسبة للإيمان بالبعث والخلود. نخش على نقطة تاني. إيه النقطة التانية يا أستاذ؟ اللي هي الإيمان بالحساب بعد الممات. بمعنى إن المصري القديم آمن بأن هناك حساب بعد الممات. إيه الحساب بعد الممات ده يا أستاذ؟ إن المصري القديم آمن إن هناك حساب بعد الموت أساسا، إنه هيقف أمام محكمة يتكون من حوالي 42 قاضي يمثلون الأقاليم المصرية، ويرأس هذه الأقاليم معبود الموتى أوزوريس. وهنا نقف شوية. إيه نقف ليه هنا يا أستاذ؟ أقول لك ليه. أولا، أن هنا في ارتباط ما بين تكوين المحكمة والتنظيم الإداري في مصر، بمعنى أنه يوقف قدام 42 قاضي بيمثلوا مين؟ بيمثلوا الأقاليم المصرية. يبقى إيه علاقة الإيمان بالبعث والخلود والتقسيم الإداري في مصر؟ هنتكلم عن المحكمة تتكون من 42 محكمة، ماشي، ويمثلون الأقاليم المصرية. النقطة التانية المهمة لازم نخلي بالنا منيها برضو، إن هيئة المحكمة ديت كان هناك ميزان. الميزان ده عبارة عن إيه؟ الميزان ده عبارة عن إنه يحب يتم وضع قلب الميت في كفة، ويضع في الكفة التانية ريشة تسمى ريشة العدالة. من الطبيعي يا حبيبي إن القلب هو كفته التي ترجح. قال لك لا، إذا كان عمل هذا المتوفي صالحة فإن الريشة هي اللي هتتم رجحت كفة الريشة وليست كفة وزن القلب. يبقى إذا الراجل ده خير، يبقى إذا رجل عادل طيب وفي حياته فيدخل الجنة. أما إذا كانت كفة وزن القلب هي التي رجحت فمعنى ذلك أن الرجل ده شرير، فيسلم لنفسه لكائن مفترس إذا قطع جسده. ممكن يبقى أسد، ممكن يبقى نمر، وهكذا. يبقى ده طريقة محاكمة المصريين للموتى. عشان كده خلي بالك المصريين تمسكوا هو ايه الأخلاق الحميدة والبعد عن الرذيلة، لأنهم عندهم إيمان بأن هناك الإيمان بالحساب بعد الممات. نيجي بعد كده النقطة اللي بعديها تتمثل فين؟ تتمثل النقطة اللي بعديها في الإيمان بالسمو نحو التوحيد أو الاتجاه إلى السمو نحو التوحيد. إيه الكلام اللي بيقوله ده يا أستاذ؟ بمعنى
إن ظهر لي في عهد الدولة الحديثة شخصية تسمى أمنحتب الرابع، أحد ملوك الدولة الحديثة، يعني أحد ملوك عصر المجد الحربي. نادى عبادة إله واحد. مين هو الإله ده؟ الإله آتون، وده بيرمز رمز مين؟ رمز الشمس. وده محل مين؟ محل تعدد الآلهة بما فيهم آمون. هنا الكلام ده مش هيعجب مين؟ مش هيعجب كهنة آمون. هنشوف هيحصل ايه. المهم إن منحوتب الرابع ده ماشي غير اسمه، بدل ما هو اسمه منحوتب الرابع سمى نفسه أخناتون، أي المخلص لأتون، نقل العاصمة من طيبة إلى أخيتاتون. يبقى إذا ده اللي عمله مين؟ أمنحتب الرابع. طب بالنسبة لي اللي عمله أمنحتب الرابع ده أساسا، اللي عمله أمنحتب الرابع ده هيعجب اللي هو بنقول عليه الكهنة اللي هم كهنة آمون؟ طبعا لا، كهنة آمون مش هيعجبهم الكلام ده. لذلك كهنة آمون هيتجهوا إلى إيه؟ هيتجهوا إلى معارضة العبادة الجديدة، ويقوم الكهنة الجداد دولت بمعارضة الكهنة أو معارضة العبادة الجديدة اللي هو دعا إليها أخناتون. لذلك هنلاقي عندنا هنا إن هنا لما اهتم الملك أمنحتب الرابع بالعبادة الجديدة ماشي، هيؤدي ذلك إلى تعرض الإمبراطورية المصرية في سوريا للتفكك. لذلك يجي سؤال يقول لي ما العلاقة ما بين عبادة قرص الشمس والسياسة الخارجية المصرية، أو العلاقة ما بين عبادة آتون والإمبراطورية المصرية؟ لأن الملك نفسه اهتم بشؤون الديانة الجديدة وأهمل شؤون السياسة والحرب، وده اللي أدى إلى فقدان مصر ممتلكاتها في الخارج. المهم إن كانت آمون دولت رفضوا عبادة الديانة الجديدة اللي هي عبادة آتون. ليه؟ لأن ذلك سوف يفقدهم سلطانهم. يبقى إذا عارض كهنة آمون. ليه يا أستاذ عارض كهنة آمون؟ لأسباب سياسية، سوف يفقدهم سلطانهم. أضف إلى ذلك مكانتهم الاجتماعية، أضف إلى ذلك ممكن أقول لك مكانتهم الاقتصادية، لأن أصلا بياخدوا قرابين من عبادة مين؟ الإله آمون. يبقى إذا هنا عارض كهنة آمون بعض رجال الدولة وبعض رجال الدولة عبادة أخناتون لأسباب سياسية، ممكن أقول لك أسباب اجتماعية لأن الكهنة ليهم مكانة اجتماعية، وأسباب أخرى اقتصادية. طب نيجي هنا دعوة أنه آتون رغم اللي هي صدق أهدافها إلا أن العبادة الجديدة وجدت انهارت. دعوة أخناتون انهارت رغم صدق أهدافها. ليه؟ محاولة أنصار الملك فرض الدعوة بالقوة وليس بالتدرج. وده يوديني حاجة مهمة جدا، لو أنت بتؤمن بفكرة معينة ما تفرضهاش على حد بالقوة، لابد من التدرج في إقناع الغير. الحاجة التانية إن كانت آمون قاموا بثورة مضادة، قضوا على مذهب أخناتون وعاد الأمور إلى سيرتها الأولى، وتترتب على ذلك تحطيم المعابد الخاصة بعبادة آتون، وتم تدمير عاصمة أخيتاتون والقضاء على عبادة مين؟ آتون نهائيا. تعال نشوفوا بعد كده أثر الدين في أخلاق المصريين. هل الدين أثر في أخلاق المصريين؟ أكيد الدين أثر في أخلاق المصريين. الدين هنا كان بمثابة ضمير الأمة ودستور العلاقات الإنسانية والاجتماعية. مش فاهم يا أستاذ؟ أقول بمعنى اللي بيتحكم في العلاقة ما بين الإنسان والآخر هو الدين. الدين هو دستور العلاقات الإنسانية ودستور الحياة الاجتماعية. التفاعلات الإنسانية ما بين الإنسان بعض والبعض في مصر القديمة كان بيحكمها اللي هو الدين، يعني الأخلاق. عشان كده الدين أثر في أخلاق المصريين، والدين بيدعو إلى نبذ الرذيلة والتحلي بالصفات الحميدة والأخلاق النبيلة. وهنا يجي لي سؤال، السؤال اللي أنا قلته طرحته في أول الدرس: ليه هيرودوت وصف المصريين بأنهم أعظم الأمم، أتقى الأمم؟ هقول لك لأن الدين بيمثل عند المصريين بمثابة ضمير ودستور العلاقات الإنسانية، وإن الدين يدعو إلى نبذ الرذيلة والتحلي بالصفات الحميدة. وبالإضافة إن هنا إيمان المصري القديم بالبعث والخلود
والإيمان المصري القديم بأن هناك حساب بعد الممات دي كلها أدلة إنه أتقى الأمم. دي أدلة تاني قصد بناء المعابد الموجودة في مصر، ده دليل إن هنا المصريين بيعتبروا أتقى الأمم، وإن أحد خصائص الحضارة المصرية هو التدين. نيجي لآخر حاجة، التواصل الديني بين مصر وأفريقيا. أولا، تأثرت منطقة النوبة بأفكار المصرية عن حياة الموت والبعث والخلود. يبقى إذا النوبة تأثرت بأفكار المصريين في عملية البعث والخلود، وده يوديني إلى أن هناك حاجة اسمها تواصل حضاري بين مصر وأفريقيا من الناحية الدينية. هناك بعض المعبودات المصرية مثل آمون وحتحور عبدت في شمال النوبة. أضف إلى ذلك المصريين نفسهم اعترفوا بالآلهة النوبية وأدخلوا عليها وقاموا بتشييد كثير من المعابد الخاصة بالآلهة النوبية، منهم الإله تادون، الإله اللي هو وجد في شمال السودان. كده خلصت شرح الحياة الدينية. تعال ناخد تطبيق على الشرح اللي احنا خدناه. نبدأ أولا، بيقول لي إيه؟ من المعبودات العامة عند المصري أو عند المصريين في الدولة الوسطى. أنت بتتكلم في الدولة الوسطى، ولسه جاي في أول الدرس إن في هنا إيزيس وأوزوريس، يبقى الإجابة هنا أوزوريس. طب ماشي، نيجي للسؤال التاني. بيقول لي إيه؟ انتقلت عبادة إيزيس في مصر إلى فينيقيا واليونان دليلا دامغا على اتصاف الحضارة المصرية. أيوة، أنا سامع بنت بتقول أو واد بيقول لي ده دليل على حاجة اسمها إيه يا أستاذ؟ اسمها التواصل ما بين الحضارة المصرية والحضارات الأخرى. نيجي بعد كده للجزئيات التانية. بيقول لي إيه؟ بيقول لي من المعبودات التي عبدت المعبودات التي عبدت في مصر القديمة. هنا تحقيق مفهوم التواصل الديني، إيزيس ومعاد، تاج وتدن، رع وإيزيس، تدن وإيزيس. لو بيتكلم هنا تحقيق مفهوم التواصل الحضاري، يبقى إذا أنا عندي هنا تدن وإيزيس. يجي السؤال اللي بعديه، بيقول لي إيه؟ بيقول لي من المعبودات اللي هي بيتكلم عليها هنا، بيتكلم عن المعبودات اللي هي موجودة عندي. بيقول لي من داعيات، ماشي، إيمان المصري القديم بفكرة البحث والخلود، يعني من نتائج إيمان المصري القديم بفكرة البعث والخلود الاهتمام ببناء مقابرهم، نشر معابد خارج مصر، عبادتهم لقوة طبيعية، ولا الدعوة بالتحلي بالصفات الحميدة. بعد يقول لي المصريين يا أستاذ اهتموا بالبحث والخلود، لذلك تم بناء المقابر الحصينة. يبقى إذا اهتمام ببناء المقابر. وخلي بالك المصري القديم كان عنده استعداد لما يقوم بإنفاق كل أمواله في بناء مقبرة، يفضل بناء مقبرة عن بناء اللي هو إيه بيت. بدأ المصري القديم أو بدأ ظهور المقابر الحصينة في مصر خلال عصر الدولة القديمة، عصر الخيال الاقتصادي، العصر العتيق، العصر المتأخر. هتيجي أساس تقول لي مقابر حصينة يعني أهرامات، يعني خوف، خفرع، منقرة، يبقى ده في عصر الدولة القديم. ماشي، ممكن يشيل لي كلمة العصر الدولة القديم دي ويجيب لي أحد الخصائص الموجودة في الدولة القديمة. يعني مثلا يقول لك عصر الثورة الاجتماعية، تنفع يا بابا بدل ما يشيل لك يخلي لك كلمة الدولة القديمة يجيب لك أحد خصائص الدولة مين؟ الدولة القديمة. ننتقل للسؤال اللي بعديه. بيقول لي إيه؟ بيقول لي هنا تأثرت العمارة المصرية بالعقيدة الدينية لدى المصريين نتيجة للعمارة تعدد الآلهة، ولا الإيمان بالبعث والخلود، ولا الإيمان بالحساب بعد الممات، ولا السمو والتوحيد. أنا سامع بتقول يا أستاذ المصريين بنوا الأهرامات، يبقى إذا ليه بنوا الأهرامات؟ لإيمانهم بعملية البعث والخلود. السؤال اللي بعديه بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عندي على اللي هو الصناعة. ارتبطت هنا عندي عملية الصناعة عند المصري القديم. ماشي، لدى المصري القديم خاصية من خصائص الحضارة المصرية. ايه الخاصية اللي ارتبطت معايا بالصناعة؟ المصريين حاجة صنعوا حاجة اسمها الأساس الجنائزي، يبقى إذا إيمانهم بالبعث والخلود. خش على السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه، ارتبط المصري القديم بتقسيم مصر الإداري. تقسيم مصر الإداري، ماشي، من خلال تقسيم مصر الإداري. يا أستاذ أنا سمعت أنت بتقول إن 42 قاضي يمثلون الأقاليم المصرية.
طب ده أنا سمعته فين يا أستاذ؟ أنا سمعته في الإيمان بالحساب بعد الممات. الحاجة اللي بعديها تحلي المجتمع المصري بالتحلي. يعني هنا تحلي المجتمع المصري بالصفات الحميدة نتيجة لإيه؟ لأنه عارفين إنه في حساب بعد الممات، إن في حساب بعد الموت، لذلك لابد من التحلي بالصفات إيه؟ بالصفات الحميدة. نيجي هنا، حاول أمنحتب الرابع أن يقوم بدور المصلح الديني في مواجهة إيه؟ مواجهة. أنا سامع واحد بيقول لي تعدد الآلهة. نيجي هنا، أي من المعتقدات ارتبطت بحياة السياسية المصريين؟ أي المعتقدات ارتبطت بحياة السياسية المصريين؟ إنما أنا سامع واحد بيقول لي يا أستاذ إن هنا أمنحتب الرابع لما دعا إلى عبادة جديدة نتج عن ذلك انهيار الإمبراطورية المصرية. طب ده اسمه إيه؟ اسمه السمو نحو التوحيد. كانت مدينة طيبة في الدولة الحديثة مركز العبادة. عبادة مين؟ أدون، آمون، إله إيزيز، الإله أوزوريس. آمون ديت احنا قلنا إن كهنة آمون اللي موجودين في طيبة عرضت العبادة الدينية الجديدة، يبقى إذا هنا الإله آمون. نيجي بعد كده النقطة اللي بعديها تتمثل فيه اللي هي إيه يا أستاذ؟ اللي هي بنقوله تسببت الحضارة وتسببت إحدى خصائص الحياة الدينية لدى المصريين القدماء إلى تضخم الحياة السياسية للدولة. هذه العبارة تتحدث عن خاصية من خصائص الحياة، خصائص الحياة الدينية أدت إلى تدهور الحالة السياسية في مصر. ما هي نفس الإجابة اللي خدناها فوق، يقصد بها دعوة أخناتون باسمه محو التوحيد. نيجي بعد كده، يدل فشل الصوت أمنحتب الرابع على زيادة نفوذ الكهنة آمون، ولا زيادة نفوذ كبار الدولة، ولا ضعف العقيدة الآتونية، ولا خطورة فرض الأفكار بالقوة. أنا سامع بنتي يا أستاذ أنت قلت أنت لازم لما تكون عندك فكرة حاول إقناع اللي حواليك بتدرج، يبقى خطورة فرض الأفكار بالقوة. آخر ما توصل إليه الفكر المصري في منطقة البحث والخلود، طبعا آخر حاجة اللي هو بناء المقابر. بالتوفيق إن شاء الله، ونكمل الحصة الجاية ومعنا شغل تاني اللي هو هنتكلم عن الحياة الثقافية والفكرية عند المصري القديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.